إسلاميات عامة تقدم من روائع صور الإيمان بالله عز وجل ما تسمعوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تنبأ من تنبأ وادعى النبوة في زمانه عليه الصلاة والسلام كذاب اليمن الأسود العنسي، ادعى النبوة، ثم إنه جمع من أغمار الناس وسفهائهم من جمع، وادعى الأسود العنسي كذاب اليمن الذي كان يقطن في صنعاء اليمن، ادعى النبوة وادعى أن الوحي يأتيه من السماء. ثم إنه جيء له برجل صالح. هذا الرجل هو عبد الله ابن ثوب أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه. فلما جيء به عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني الذي وقف أمام الأسود العنسي كالطود الشامخ بإيمانه، استعلى أمامه بإيمانه، قال له الأسود العنسي: أسلم عبد الله بن ثوب وهاجر إلى المدينة رحمه الله في الوقت الذي توفى الله عز وجل فيه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وصل المدينة بعد أيام من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك وقف أمام الأسود العنسي، قال له كذاب اليمن كذاب صنعاء، قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أبو مسلم الخولاني: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع لا أسمع. فأعاد عليه، قال: يا أبا مسلم، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع لا أسمع. فكرر عليه ذلك كثيرا، وفي كل ذلك يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، وعند الأسود العنسي الكذاب يقول: لا أسمع. فاستشاط غضبا الأسود العنسي، ثم أمر بنار عظيمة أججت واستعر أوارها، نار عظيمة أججت واستعرت، وبلغ من حرارتها أن الطير في أجواء السماوات إذا مرت من فوقها احترقت من شدتها. ثم جيء بأبي مسلم الخولاني رحمه الله، فلما نظر أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه إلى تلك النار العظيمة وهي تستعر وتشتعل وتعظم في غليانها وحرارتها، تبسم رحمه الله. الله أكبر! أي نفس يحملها ذلك الرجل بين جنباته، ليست بنفس نبي وليست بنفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أي جبل جثم على قلبه فثبت عليه واستعلى، إنه الإيمان بالله عز وجل.